هنا طبعا بنص كيلو فراخ هتعملي صينية كريب، يعني جميلة وطعمها فظيع. لازم تجربوها، لازم تجربوها. طبعا الطعم فظيع فظيع. لازم تجربوها يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف أخباركم؟ إن شاء الله كويسين. رجعنا لكم بفيديو جديد. لو أول مرة تشوف قناتهم حسن كيتشن اعمل لنا شير ومتابعة ولايك، فعل الجرس حتى يصلك كل جديدنا. طريقة عاملة الكريب بالدجاج. طبعا عندي هنا المقادير، مقادير حق الحشوة. هنا عندي الفلفل 3 ألوان، فصين كبير من الثوم. هنا عندي 3 معالق كبيرة من زيت النبات. هنا عندي نص معلقة كبيرة من الصلصة. وعندي هنا لحمة صدور الدجاج مقطع مكعبات صغيرة. وهنا عندي البصلتين كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة. وهنا عندي البهارات، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الكزبرة، وهنا معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هنا جميع المقادير بتاع الحشو جاهزة، ويلا بينا نبدأ. هنا عندي القلاية وضعتها على النار، أضيف عليها الزيت 3 معالق أضيفها على القلاية. وهنا ضفنا الزيت، والزيت سخن شوية، وبنضيف اللحمة. وهنا قلبنا اللحمة حتى لون اللحمة اتغيرت. وهنا بنضيف البهارات: بابريكا، كمون، كزبرة، فلفل أسود، معلقة ملح. هنا عندي بهارات، ثوم، صلصة، بنقلبها جيد حتى الخليط معاه. وهنا بعدها بنضيف البصل. هنا طبعا بنضيف عليها نقطة موية ساخن، ما تكتر الموية في الدجاج خالص، يعني حاجة بسيطة كده. هنا نخليها حتى الدجاج تستوي شوية. هنا بنضيف الفلفل الألوان. هنا بعد ما ضفت الفلفلية الألوان بالشكل النهائي.
خليها 3 دقايق أو دقيقتين على النار، وبعدها تنكه. وهنا خلاص الحشو عندي جاهز. بعدها نجي المرحلة الثانية نبدأ. هنا خلاص طفينا النار، هنا الحشو خلاص جاهز. وهنا دي المرحلة الثانية بنعمل الكريب بتاع العجينة. هنا عندي كوبايتين من الدقيق، هنا عندي معلقتين كبيرة من الزيت، معلقة كبيرة من السكر، بيضة واحدة، معلقة صغيرة من الخل، هنا عندي ذرة ملح، وهنا عندي الحليب كوباية، لكن المقادير بالضبط كده كوباية ونص. بعد الكوباية أشيل أضيف نص كوباية. يلا نبدأ نحطهم في الخلاط. بعد ما ضفنا المقادير هنا تاني أجي أزيد عليها نص كوباية من الحليب. هنا بنضيف الدقيق. هنا بنضيف الدقيق الكوبايتين كلها مع بعض. هنا كوباية ونص حليب، ونخلطه مع القوام اللي عايزينه. لو وصلنا عليها تمام، ما وصلنا عليها، لو لقينا القوام تقيلة شديدة بنزيد عليها شوية لبن تاني. شايفين طبعا هو ده القوام اللي عايزينه، ده القوام عجينة الكريم، ده القوام المطلوب طبعا. يلا نبدأ. هنا وضعت القلاية وأدهنها بشوية الزبدة عشان العجينة ما تلزق على القلاية. هنا دهنت القلاية كويس. بعدها نبدأ بالعجين. طبعا حرك القلاية بشكل دائري. هنا بنمسحها عليها شوية زبدة، وبعدها نبدأ نقلبها بالجانب الثاني. هنا قلبناها بالجانب الثاني، استوى شوية نشيلها. ودي الثانية بنفس الشكل لغاية ما نخلص العجينة. نحرك القلاية بشكل دائري. حتى نخلص الكمية كلها. وهنا خلصنا الكمية بتاع العجينة الكريم، وده الشكل اللي عايزينه. شايفين هنا الكمية اللي عايزينها. خلصنا عملنا لها بتاع كده الكمية اللي عايزينها. بعدها نجي للمرحلة الثالثة. وهنا نجي للمرحلة الثالثة، بنبدأ نعمل البشاميل. هنا عندي كوبايتين من الحليب السائل، وهنا عندي معلقتين كبيرة من الدقيق، هنا عندي معلقتين كبيرة من الزبدة، وهنا عندي الملح معلقة صغيرة، وهنا عندي الفلفل الأسود. هنا الطريقة نبدأ نعمل البشاميل. الحلة وضعتها على النار، ونجي نحطها الزبدة، معلقتين الزبدة. هنا عندي الزبدة ساحت، وبعديها بنضيف الدقيق. هنا بعد ما حركها بعد ما ضفت الدقيق طبعا. هنا بعد ما خلطنا الدقيق مع الزبدة، هنا بنضيف
الحليب السائل. دي الكوباية، بنجي بنضيف الكوباية التانية. هي طبعا دي الكوباية التانية. هنا بعدها بنضيف معلقة الفلفل الأسود والملح، بنضيفها مع بعض وبنهربها. وهنا بعدها بنحركها جيد لأنه القوام بدأ يتقل. هنا شايفاه. وهنا طبعا ده القوام البشاميل اللي عايزينه. شايفين يا جماعة بدأ يتوقف. خلاص كده البشاميل جاهز عندنا. هنا خلاص تاني دي المرحلة الأخيرة، وبنجي بنبدأ نشتغل في الحشو. هنا طبعا عندي الصينية طبعا المقص هنا، ونبدأ نحط البشاميل من تحت أول. طبعا نبدأ الحشوة طبعا بنحطها بالشكل ده. بنحطها بالشكل ده على الصينية، بنخلصها كلها بنفس الشكل ده. وهنا خلصنا الكمية كلها. بعديها بنجي نحط الصوص بتاع البشاميل فوق عليها. وهنا خلاص جاهز، حطينا عليها الصوص بتاع البشاميل. وبعديها بنجي بنرش عليها جبنة موزاريلا. مثلا لو كان أي إمكان نوع جبنة عندك متوفرة ممكن تحط عليها في الوش فيها رشة. هنا خلاص الصينية صار جاهز. بعدها بنحطها على الفرن لمدة 10 دقيقة، وحتى تدينا الوش حتى الجبنة تستوي تسيح من فوق. ونحطها على درجة حرارة 150. يلا نروح على الفرن. هو طبعا ده الشكل النهائي. ده الشكل النهائي بعد الفرن. وهنا ده الشكل النهائي. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك، فعل الجرس حتى يصلك كل جديد. إن شاء الله هشوفكم فيديوهات الجاية إن شاء الله.